مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. مع الفضائل الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وفد جنوب أفريقيا. مزارع ومحاصيل مديرية كلوج توجد في حالة جيدة. دعوة للاستفادة من المبيدات الطبيعية في مديرية مايمنة. الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى. عشرات القتلى في عملية لمكافحة المخدرات في ريو دي جانيرو بالبرازيل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح في عدهل اليوم 29 من أكتوبر وفد جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة نائبة وزير العلاقات والتعاون الدولي السيدة آنا تاندي موراكا. تناول اللقاء المجالات السياسية والدبلوماسية والتنموية بهدف تعزيز وتمتين العلاقات والتعاون القائم بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في الدور الذي بإمكان إريتريا وجنوب أفريقيا القيام به لتعزيز دور أفريقيا في القضايا الدولية. وأوضح الرئيس السياسي الأفورقي في اللقاء الاستراتيجية والسياسة التي تتبعها إريتريا خاصة في المجالين التنموي والاقتصادي. وأكدت نائبة وزير العلاقات والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا سيدة آنا تاندي موراكا لوكالة إيرينا أن جمهورية جنوب أفريقيا على استعداد للعمل مع الدول التي تمنح الأولوية لإفريقيا والأفارقة مثل إريتريا. وقالت أن الوفد سيعقد خلال زيارته لإريتريا لمدة 3 أيام لقاءات معمقة في مجالات الزراعة والتعليم والفنون والثقافة وغيرها لوضع برامج ملموسة، حيث سيساعد ذلك للدفع أكثر بالعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين. حضر اللقاء من جانب إريتريا وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومن جانب جنوب أفريقيا سفيرها في إريتريا السيد بيرسي كومشا. وصلت مزارع ومحاصيل الحبوب والسمسم المزروعة على مساحة أكثر من 100,000 هكتار بمديرية قلوج إلى مرحلة الحصاد. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية السيد إدريس أحمد بالمديرية أنه تم تقديم 60 جرار حكومية بتعرفة مخفضة لمساعدة المزارعين المحتاجين في حجر وقاجرو وأنغوليت، إلى جانب تلك الخاصة التي ساهمت في إنجاز عملية الحراثة في الوقت المناسب تزامنا مع موسم الأمطار. وذكر السيد إدريس أن المساحات المزروعة زرعت ضمن برنامج حق الاستفادة من الأراضي، حيث تم زراعة 83,000 هكتار بالذرة وأكثر من 15,600 هكتار بالسمسم وحوالي 2,100 هكتار بالدخن، وأن أغلبها وصلت إلى مرحلة الحصاد بالرغم من تضرر بعضها بالهطول الغزير للأمطار. وأضاف أن مناطق الرعي تتمتع بالتنوع النباتي الكافي من حيث الكمية وتوفر المياه فيها بفضل الهطول الجيد للأمطار وتوزعها على نطاق واسع، مما خلص الرعاة من عناء التنقل إلى مسافات بعيدة. وأكد المزارعون من جهتهم بأن مزارعهم بحالة جيدة، ونصح السيد إدريس في الختام المزارعين بتنويع محاصيلهم بشكل دوري لتجنب نمو النباتات الضارة والآفات. تبين أن المبيدات الطبيعية التي تم إدخالها بمبادرة المتخصصون الزراعيون والمزارعون المثاليون في مديرية مايمنية تعطي نتائج مرضية. وقد تم تعريف المزارعين النموذجيين بالمبيدات الحشرية المصنوعة من المواد الخام الطبيعية وعملية تحضيرها في برنامج أقيم بمناسبة يوم المزارع. وأوضح خبير تنمية البذور الشاب زيناوي زكرياس في كلمته أن المبيدات الطبيعية المحضرة من مواد محلية لها أهمية كبيرة وخالية من الآثار السلبية على المحاصيل أو البيئة، مذكرا المزارعين بضرورة التوقف عن استخدام المبيدات الكيميائية. وأكد رئيس جمعية تنمية الخضروات والفاكهة بالمديرية السيد شيدين جابريهويتا أنهم بدأوا بالفعل في استخدام المبيدات الطبيعية بمبادرة وزارة الزراعة والمزارعين النموذجيين، مذكرا الوزارة بضرورة دعم هذه المبادرات نظرا لفوائدها الشاملة. وأفاد مراسل وكالة إيرينا أنه تم إعداد وتقديم ما مجمعه 1044 لترا من المبيدات الحشرية الطبيعية المصنوعة من النباتات وأوراق الأشجار المختلفة. دعا الخبير الزراعي المهندس أماني إلنغسوم إلى العمل المنسق للاستفادة من الغاز الحيوي المنتج عن تحلل النفايات في إقليم عنسبة. وأوضح بأن معالجة الغاز الحيوي تسهم بشكل كبير في تأمين مصادر الطاقة المنزلية وإدارة النفايات، بالإضافة إلى فوائدها المهمة كسماد الأنشطة الزراعية. وقال أنه وفقا لدراسة أجرتها وزارة الأراضي والمياه والبيئة فإن 70% من النفايات في البلاد قابلة للتحلل،
ويمكن إنتاج الغاز الحيوي باستخدام نفايات الطعام والمنتجات الزراعية وروث الحيوانات وبقايا منتجات المصانع. وذكر بأن عملية تصنيع الغاز الحيوي التي بدأتها الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في مدينة كرن تعطي نتائج مرضية، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات أظهرت إمكانية إنتاج حوالي 47 كيلوغراما من الغاز من طن واحد من روث الأبقار. وقال أن إنتاج الغاز الحيوي له فوائد مضاعفة إذا تم بشكل منسق، مشيرا إلى أنه يجب على الوزارات المعنية العمل بشكل مركزي ومنسق للاستفادة من الموارد المتاحة على المستوى الوطني. ونصح المهندس أمانويل المجتمع بإجراء أنشطة توعية مستمرة لتشجيع استخدام الغاز الحيوي وتشجيع المزارعين وسكان المدن على استخدام الغاز الحيوي بشكل صحيح. نظم فرع جمعية المعلمين في مديرية تساني سمينارا يوم 26 من أكتوبر للمعلمين الجدد والقدامى في المرحلة الابتدائية. وأوضح مسؤول الفرع الأستاذ أحمد محمود أن السمينار ركز على أساليب التدريس وأخلاقيات المعلم، وحث المعلمين على أن يكونوا قدوة في مجالاتهم وأن يكونوا ملتزمين بالوقت والتخطيط. وقال مسؤول التعليم مديرية تساني الأستاذ آدم بشير أن السمينار مفيد في عملهم، لأن معلمي المرحلة الابتدائية لديهم مسؤولية أكبر في التأثير على الأطفال ورعايتهم. ونوه المعلمين بضرورة العمل الجاد في التخطيط للدروس لما له من دور هام في العملية التعليمية. تم صيانة طريق ترابي بين عيلة برعد وحدش عدي بالنفير الجماعي. وأشاد المدير التنفيذي لإدارة ضاحية حدش عدي السيد هيلي قبل مدهن بالمبادرة التي اتخذها السكان، وقال أن الطريق مهم لإيصال منتجاتهم إلى أسواق أسمرة وكرن في الوقت المناسب، حيث أن المنطقة غنية بالمحاصيل الزراعية. وأشار إلى أن صيانة الطريق من شأنه أن يمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات نقل شركة حارات، بالإضافة إلى إفادة المزارعين اقتصاديا. وأضاف المشاركون أن المنطقة ليست بعيدة عن طريق أسمرة كرن، إلا أن السكان لم يستطيعوا من الحصول على خدمات النقل المناسبة بسبب سوء الطرق، وأن أعمال الصيانة ستسهم في حل المشاكل التي ظلت تواجههم. هذا وتقع ضاحية حدش عدي على بعد حوالي 9 كيلومتر جنوب عيلة برعد. في غضون ذلك قام سكان ضاحية عدي منغونتي بمديرية مندفرة بصيانة الطريق الترابي من مندفرة إلى قريتهم، والذي تضرر بسبب السيول في موسم الأمطار الماضي. وذكرت مديرة ضاحية عدي منغونتي السيدة تهينيش تسفاسيون أن الخط استخدمه القرى الأخرى أيضا، وأنه يجب زيادة مشاركة سكان القرى وتوفير الدعم الآلي لها من أجل صيانة الطريق بشكل كلي. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلن الجيش الإسرائيلي العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد غارات أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين. وقال الجيش في بيانه أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وبعد سلسلة من الهجمات الكبيرة التي استهدفت عشرات الأهداف، بدأ الجيش الإسرائيلي بتعزيز الاتفاق بعد انتهاكه من قبل حماس. واستأنفت إسرائيل ضرباتها على أنحاء عدة في القطاع بعدما اتهمت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل أكثر من 100 شخص، من بينهم 24 طفلا، وجرح العشرات منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما استهداف مدينتي غزة وخان يونس. وفي السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في هجوم على قوات متمركزة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اختبرت كوريا الشمالية صاروخ كروز بحر أرض قبالة سواحلها الغربية الثلاثاء بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي. وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أوضحت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن الصواريخ أطلقت بشكل عمودي وحلقت لأكثر من ساعتين، مشيرة إلى أن نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية باك جونغ شون هو الذي أشرف على الاختبار الصاروخي، وليس الزعيم كيم جونغ أون الذي أعرب ترامب عن رغبته في لقائه خلال جولته الآسيوية. لكن بيونغ يانغ لم ترد على مقترح اللقاء الذي أعرب ترامب عن رغبته بعقده في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بانموجوم، التي شهدت خلال الأيام الماضية أعمال نظافة لم تشهدها منذ عام بحسب الإعلام الكوري الجنوبي.
قتل 64 شخصا على الأقل في اشتباكات مسلحة حولت بعض شوارع مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إلى ساحة حرب بعدما شنت الشرطة عملية أمنية واسعة ضد تجار المخدرات بحسب إفادات السلطات. واستهدفت العملية التي شارك فيها نحو 2500 عنصر أمني مدعومين بمركبات مدرعة ومروحيات، إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات في البلاد داخل حيين ضمن العشوائيات وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد مصدر أمني أن حصيلة القتلى بلغت 64 شخصا بينهم 4 شرطي دون أن يوضح ما إذا كان باقي الضحايا من أفراد العصابات. وتعد هذه العملية الأكثر دموية على الإطلاق في ريو، إذ كانت أعلى حصيلة سابقة سجلت عام 2021 حين قتل 28 شخصا في مداهمة مماثلة. في الخبر الأخير، أدى الإعصار ميليسا الذي يعد الأعنف في تاريخ جامايكا إلى وفاة 3 أشخاص في البلاد قبل بلوغه اليابسة، ويتوقع أن يتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية كارثية. وتسبب الإعصار المصنف من الفئة الخامسة الأعلى على مقياس حدة الأعاصير والمصحوب برياح تصل سرعتها إلى 280 كيلومترا في الساعة بمقتل 3 أشخاص في جامايكا و3 آخرين في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان. هذا وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة في فيتنام مصرع 9 أشخاص وفقدان 5 آخرين جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مناطق وسط البلاد مؤخرا. وقالت الحكومة أن 6 من بين الضحايا لقوا مصرعهم في مدينة دانانج التي تضم أحد أشهر شواطئ البلاد، وفي مدينة هيوي آن القديمة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس الأفورقي يستقبل وفد جنوب أفريقيا. مزارع ومحاصيل مديرية قلوج توجد في حالة جيدة. دعوة للاستفادة من المبيدات الطبيعية في مديرية مايمنة. الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كوريا الشمالية تختبر صواريخ بحرية طويلة المدى. عشرات القتلى في عملية لمكافحة المخدرات في ريو دي جانيرو بالبرازيل. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.